شوفوا الاخوان، هذا الكلب هذا مسعور. شوفوا الله يستر الانسان اللي ما كيحديش راسو كيحدي وليداتو. هانتوما شوفوا الفم ديالو كيفاش داير. غنحاول نقرب الكاميرا، الله يستر ما يوليش يهاجمني انايا. اللعاب كيسير له من الفم ديالو، هذا هو الدليل باش تعرف الكلب مسعور. سير ما كيتحركش كاع. شوف شوف شوف, شوف. يا ربي السلامة يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله. رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى. فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كيهم داك الناس اللي عندهم شي قطيعة ديال الأرض وباغيين يجربوها. هذا الفيديو هذا ليكم، وخصوصا داك الناس اللي باغيين يجربوا ما عندهمش إمكانيات، باغيين يجربوا بواحد الطريقة بسيطة أو ببلاش كما كيقولوا. هذا الفيديو هذا ليكم 200%. الزرب اللي غادي نبارطاجي معكم اليوم حنا مجربينه وجربنا به. اليوم غادي نذكر لكم المميزات ديالو والعيوب ديالو وغنشرحه لكم بالتفصيل. خليكم مع الفيديو وتفاعلوا معاه ونبداو في الفيديو على بركة الله. الزرب اللي غادي نشارك معكم اليوم هو هذا اللي كيبان لكم في الفيديو. هذا الزرب حنا كنقولوا له المشوك، ومن طبيعة الحال كلها وشني كيقول له، ولكن حنا كنقولوا له المشوك. المميزات اللي في هذا الزرب هذا هو انه زرب ما كتشريهش بالفلوس، فقط كتغرسو لراسك وكتعتني به، وهو كيكبر وكيزرب لك الارض ديالك واحد الطريقه ممتازه. اي واحد بغى يدخل لك الارض ديالك ولا بغى يتسلل ولا شي حاجه ما يمكنلوش يدخل. علاش؟ لحقاش هو كيدير واحد الشوك واعر. الا مشى يعني تبغى يتسلل شي واحد، داك الشوك كيمنعو. غادي نقرب معكم للزرب وغنحاول نقربكم لهاد الشوك هذا وغتشوفوه بعينيكم. هانتوما كتشوفوا الشوك كيفاش كيديروا. يعني الشوكه فيها تقريبا 7 حتى 8 ديال السنتيم، وكاينه اللي كتوصل حتى ل 10 سنتيم. دابا هاد الشوكه هادي كيفاش غيدير واحد اخر يتسلل ويدخل للزرب، وماشي كيدير شوكه وحده ولا جوج، كيدير بزاف ديال الشوك. هانتوما كتشوفوا الطريقه ديال الزرب كيفاش داير. هذه هي المميزات اللي فيه، كيزرب لك الارض بواحد الطريقه عجيبه وواحد الطريقه محكمه. الطريقه ديال الغرس ديالو كتجيبوا عرش صغيور وكتغرسوا، كتجيبوا بحال الشكل هذا تقريبا بحال هذا العرش هذا راه كبير، هذا تقريبا راه عنده شي شهر باش تغرسوا ولا اكثر. وكتغرسوا هو يمكن لك تغرسوا في اي وقت، انما الا غرستيه في الحال سخون ولا شي حاجه خاصك تسقيه، ولكن الا غرستيه في هذا الوقت من الافضل. هانتوما شوفوا سبحان الله العظيم فليو في قلب العش ديال النمل. سبحان الله العظيم على ريحه كيفاش دايره. كاين هنا فليو بزاف، حيت كاين هنايا سميتو حيت الارض بارده كما كتعرفوا. فليو الزعتر كيعيشوا في الارض اللي كتكون بارده. ها واحد العرش عاد غرسناه. بالنسبه للعيوب ديالو، العيوب ديالو كيكبر بزاف. هو ملي كتغرسو كيكبر بزاف، يعني كياكل من الارض. الا كانت عندك القطعه صغيره فيها واحد 100 متر ولا 200 متر ولا ما غاديش يصلح لك. من حدو كيكبر هو كيدخل كياكل المسافه. هانتوما كتشوفوا دابا غير هذا مثلا، دابا هذا اللي كنصور هذا ماشي ديالنا حنا، هذا ديال واحد جيراننا. هادو عندهم القطعه كبيره، يعني تقريبا راه عندهم واحد 20 قطار ولا 30 قطار. ما كيهمهمش الا دخل واحد 10 متر هك و10 متر هك، ما كيهمهمش. ولكن بالنسبه للانسان اللي كانت عنده قطعه صغيره ما صالحلوش. هذا هو العيوب ديالو هو بالنسبه للناس اللي باغيين يجربوا القطعه الصغيره. بحال هذا الصف هذا، دابا هذا النهار اللي تغرس على هذا الشكل هذا هو. وشوفوا كيفاش ولا، شوفوا شحال خرج.
هذا هو العيب ديالو. هو عنده عيب واحد، هو هذا كياكل من الارض. بالنسبه اللي عنده قطعه صغيره غادي يفرعها. ولكن الا كانت عندك الارض واحد المسافه كثيره بزاف، هذا صالح لك 200%، وغادي يحميك بواحد الشكل يعني ما تصوروش. هانتوما واخا كما قلت لكم بحال دابا يبغي شي واحد يتسلل للجهه الاخرى كي غيديرها؟ ما عندوش كي غيدير. هانتوما ما عندوش السيد ولا شي واحد بحال دابا بغى يدخل للجهه الاخرى، ما عندوش كيفاش غيدخل، صعيب عليه الشغل. اذن هذا كيبقى احسن زرب. بلا ما تخسر لا فلوس، ما تشري سلك، ما تشري بوطويات، ما تعيط للخدام اللي يزرب لك، ما والو، تزرب غير بيديك. ولكن خاصها تكون عندك القطعه كبيره باش واخا ياكل من الارض ولا شي حاجه ما تحش به. بالنسبه الا كانت عندك 100 متر 200 متر وبغيت تزرب به، يمكن لك تزرب به، ولكن غادي دير واحد الطريقه غادي ديرها. خصك دائما تبقى مقابلو كتزبر فيه كل عام. كل عام تجي تزبرو من هاد الجهه اللي من جهتك والجهه اللي من جهه الناس. غنشوفوا هاد البير هذا، اللي كتشوفوا فيه كانت كتشرب منه الديموس كامله. شوفوا الديموس واحد التشر، يعني هنا كيقولوا هما التشر، حنا كنقولوا الدوار. الديموس بكري كان واحد الدوار كبير معروف، الديموس والبومبار. كيعاودوا لي شي ناس هنايا كبار، قال لك هاد البير هذا كانوا كيشربوا منه هما كاملين، وما كانوش كيعصروه، سبحان الله العظيم. ودابا شوف سبحان الله العظيم تهجر وما بقاوش كيديوها فيه. علاش؟ حيت الوقت طوار ودخلوا الماء وبناو بالسيمارمي وما بقاش هاد البير هذا خدام. البير كلهم هنا مابقاوش خدامين. دابا سبحان الله العظيم تهجر، بحال داك الماء اللي كان فيه ملي كانوا عطين عليه هاد الناس، سبحان الله العظيم الله كان واضعوا فيه. الساعه اللي استغناو عليه هاد الناس بحال الله سبحانه وتعالى هز البركه ديالو. دابا غنشوفوا هاد البير، غنطلعوا عليه ونشوفوه كيفاش داير من القاع وكيفاش داير الظروف ديالو. هو دابا ولا مهجور. شوفوا سبحان الله العظيم هاد الشجره كيفاش دايره من التحت. هذا الجدر ديال هاد الشجره المشوك، هو هذا الجدر ديالها، وكاين ما كثار من هاد الجدر هذا. شفتو قداش كيولي؟ زعما هذا الزرب اللي حكمه في الحقيقه. دابا غنمشيو نطلعوا على هذا البير هذا ونشوفوا الاحوال ديالو كي دايره. سبحان الله العظيم، هانتوما كتشوفوا كي ولا مهجور. سبحان الله العظيم. يا الايام. ايوا الاخوان، هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. بارطاجينا معكم هذه المعلومه هذه ديال هذا الزرب بالنسبه للناس اللي كيقلبوا عليها وعندهم بها الغرض. احنا شرحنا لكم هذه الطريقه ديال هذا الزرب، ديال هذه النبته اللي كيزربوا بها، وشرحنا لكم المميزات ديالها والعيوب ديالها، وهي ما فيهاش شي عيب كما قلت لكم. العيب الوحيد هو انها كتاكل من الارض. الا كانت عندك الارض صغيره وبغيتي تبقى تزبرو ساعه ماشي مشكل. كانت عندك الارض كبيره بحال هاد الناس هادو كتخليه. ما تنساوش اخوتي تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديدنا اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله تعالى.